السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم أحمد خليفة. احترام المسجد هو بيت من بيوت الله، يعني كنكونوا ضيفين عند الرحمن سبحانه وتعالى. عارف المصلي كيدخل يعني مسجد دخل عند الله سبحانه عز وجل، يعني دخل بيت من بيوت الله. خصو يكون طهير، يكون يعني مضي يعني وضوء، يكون على وضوء يعني يكون على أحسن ما يرام، ويكون طاهر في البدن ديالو وفي القلب ديالو وفي الملابس اللي كيكون لابسة تكون يعني شوية طاهرة ونقية. وكاين شي وحدين يعني تيخليو رجليهم شوية، يعني رجليهم ما مغسولينش مزيان، كتعطيو شي ريحة وشي حاجة مخصوش تكون سارسة، خصو ينظف ديالو وعارف بأنو داخل بيت من بيوت الله. ويكون الاحترام ميكونش داك الضجيج ولا شي حاجة ولا هادي، ويكون إنسان كيحترم المصري الآخر اللي معاه، يكون واحد الاحترام وواحد التفاهم. وكاين شي وحدين كاين بعض شي ناس شي مصلي كيمشي بالزربية، كيجي واحد الوقت بكري وكيحط الزربية ديالو فشي مكان معين، وكيمشي يقضي شي غرض ولا شي حاجة، وكيجيو الناس تيلقاو ديك البلاصة تيخليوها هكاك. والجامع يعني المسجد كيبدا يعمر، وملي كيتقرب صلاة العشاء وداكشي عاد كيتمشى هو، وكيبدا يتخطى الرقاب ديال الناس وداكشي حشومة. بعد يمشي يشدو البلاصة ورا بلاصة كاينة، وهي هاد القضية مخصهاش تكون. المسجد يعني أي واحد جا لقى شي بلاصة خصو يبارك فيها، كاينش ديال هذا ولا ديال هذا، مكاينش هاد القضية ديال حط الزرب ديالك وسير بقا تسارب وتخليه يمشي. داكشي مسجد لله، يعني مافيهش هادشي. إلا الإنسان جا لقى شي بلاصة يبارك فيها. ويعني وكاين شي بعض الناس الله يهديهم بحال في رمضان دابا مع ميقات العصر كيصليو العصر وكيرجع للور يتكى على شي حيط وينشر رجليه ويطلق رجليه تما ويبقى ناعس. داكشي ماشي مخصوش يكون عيب. احترام المسجد، يعني يمشي يجي كل واحد يمشي يستريح رجليه ويتكى ويبقى ناعس، ماشي مخصوش يكون. الله يهديكم. وكان يعني كان لاحظ في واحد المسجد يعني بحال يوم الجمعة، يعني في وقت قراءة الحزب، كيكون واحد قراءة الحزب، ودخلت اليوم وتفاجأت يعني كقراءة الحزب، يعني واحد الصوت مرتفع بجد، يعني بحال شي صداع وشي مع قراءة القرآن ما خصهاش تكون بحال هاكا. الله يجازيكم بخير. يعني سمعت أن كاين شي واحد كيرتفع الصوت ديالو، وداك يعني الفقيه اللي كيفتح يعني كيفتح هاد الحزب هذا، وواحد شي واحد معاه بحال هاكا، يعني جاي ميكرو مقربين وحدهم كيتغوت بزاف، يعني كيقرا واحد القراءة باش مرتفعة باش يحاولوا يعني الآخر ميبقاش يسمع الصوت ديالو والناس كتسمع القراءة. يعني ما كاين يستوعبش هاديك القراءة، ما يعرفش شنو اش يقولوا بعض الخطرات، وكاين تكون بحال شي فوضى ولا شي حاجة. القراءة ما خصهاش تكون هكا، والله القراءة خصها تكون واحد الخشوع، يعني واحد الريتم غادي مزيان، ويكون الصوت داكشي مسوا بالعقل، ما يكونش فيه لا ضجيج لا والو، باش كاع الناس اللي جالسين يتسمعوا ويتخشعوا. حتى دابا كنسمعوا داكشي يعني ما ماشي قراءة ديال الصراحة هي هادي. هادشي خصو إعادة النظر في هاد المسجد هذا. خلي الناس خصهم يعرفوا كيفاش يقراو، خصو يقرا وميبقاش يرتفع الصوت ديالو جاد باش يرد شي واحد اخر ولا هادي. هاديك حقا تيغوت انا خصني نغوت، راه ماشي فوضى هادي. راه قراءة القرآن الكريم، وراه شهر رمضان في أنزل فيه القرآن، خصني نقرا واحد القراءة اللي يسمع يبغيها ويحبها وداكشي، ويتخشى عليها ويتصنت ويستافد. وهذا هو قراءة القرآن. ما كاينش داك الصداع يمشي يتبع بواحد الريتم غادي يكون خطة غادي مزيان، ونقراو على خاطر شوية. وهادشي اللي بغيت نقول واحد شي بعض الناس نسمع شي قراءة بعد الجمعة بحال هكا، يعني راه كتكون فوضى، يعني مابقاش داك يعني كنسمعو شي قراءة هي هاديك. الله يجازيكم بخير. وبالنسبة بحال في هاد رمضان العيالات خصهم يعني يصليو من ورا مسجد، ويكونوا يعني مستورين من داكشي، بحال شي صلاة ديال
هادشي ديال التراويح وداك الشيء خصو يكون فواحد خارجين على المسجد، الله يهديهم يكونوا يصلوا يكونوا مساترين راسهم يكونوا مستورين الله يجازيهم بخير. ويعني بالنسبة للإنسان إلا بغا يدخل المسجد خصو يدخل بالرجل اليمنى ويطلب ويقول اللهم افتح لي أبواب رحمتك يعني، وملي بغا يخرج بالرجل اليسرى ويقول اللهم نسألك من فضلك. يعني كاين بعض النقاط اللي في احترام المسجد خص الإنسان كيما كتم غادي ربما غتمشي تقضي شي غرض شي إدارة ولا شي حاجة كتكون غادي لابس مزيان ونقي باش غتستقبل شي مسؤول ولا شي حاجة يعني هذاك يعني كمسؤول يعني. وهذا بيت الله يعني كتم فيه يعني يعني خصك بالعكس يعني فيه بيت الله خصك وجهي طاهر ونقي ويعني وجهيك نقيين باش تا الإنسان يسجد حداك ميشم شي ريحة ولا شي حاجة ويكون يعني واحد الطاهر ونكون عارف جاي بيت الله. هذا هو بيت الله، خصنا نعظمو هاد حرمات الله سبحانه وتعالى. فيه خصو يكون عنده احترام وميكونش فيه شي مناقشة ولا شي واحد بحال هكا يلقاو مع الخصات تيبقى شي يعني شي مناقشة بين شي واحد وسط المسجد يبدا يغوت ولا شي هادشي مخصوش يكون شي حشومة حرام الله يهديكم. وبالنسبة لرمضان كاين شي بعض العيالات اللي تيكون عندهم الشهر البنات ولا شي حاجة يعني من الشهر الله يجازيهم بخير خصهم يحترموا راسهم ويعرفوا بأن عندهم واحد الرخصة من عند الله يعني مسامحينهم في هذا رمضان في هذا الشهر هذا يعني مادام هما تيكون في الشهر ديالهم خصهم يحترموا ويكونوا يلبسوا لبسة يعني عادية وميعملوش شي ريحة ولا شي مكياج ولا شي حاجة اللي كدير شي حاجة للناس باش يعني متفطرش عباد الله شي حاجة. وكاين واحد العادات من هاد النوع هذا خصهم يحترموا شوية. وكنلاحظوا واحد الظاهرة ديال شي بعض الشبان يعني باقيين دوك صحاب 19 17 عام 18 20 يعني كيبقاو شي سبان خايبة عيب الله وواحد طايشين بزاف وفي رمضان عيب الله تقول شي سبان ما فيه تسمع عيب الله. واش الناس عيب الله أحشو معار أحشو معار وأنت عارف هذا رمضان كان ما كنتيش صايم راه الناس صايمين احترم شوية. ولكن داكشي كيجي من المجتمع اللي عايش فيه داك المجتمع اللي كبر فيه يعني متيلقاش شي واحد اللي كيلقى كلشي كيسب كلشي كيعتاب وكيخرج بحال. ولا كنلقى في المجتمع ديالو احترام بين الأب ديالو والأم ديالو الأخوين تكون الاحترام كيبقى فيه هذاك الاحترام تا هو تيحشم باش ميخرجش شي كلام ديال العيب. وهذا يعني تيخرج واحد الكلام ديال العيب عندو عادي وكيسب وبالغوت عيب والله. هادو خصو يتاخد فيهم شي قانون. هادو خصو إلا مرباهمش الوالدية خصهم يربيهم القانون تا هما خصو يكون عندهم واحد فين ما يسمعوا شي واحد كيخرج على الموضوع بحال هاكا نربيوه يعني خصو يكون له شي عقاب تا هو. هذا السلوك الخايب هادشي عادي وهادشي هو اللي تيكون السبب ديال يعني الانحراف ديال هاد المجتمع. هادو كيخرج واحد العدد ديال الدراري اخرين كيسمعوا بحال هكا الصغار يسمعوا بحال السبان تا هما كيمشيو بهاد الطريقة هادي. واش مبقاش داك الاحترام اللي كنا كنعرفو شحال هو الإنسان كان يسب على الرب ميعرفش يتصرف قبل يجاز يعاود شي واحد يقول له ربك ولا هاديك يزيد عليه خويا يمشيو تيأيدوا الناس ويزيدوا. وكان واحد هيبة وكان شي واحد يعرف اش كاين يسب الرب لا ميسبش الرب صافي واخا ميشكونش خويا ويجيب با ويجي خويا يسمعو عاد يزيد تا هو يزيد عليه. وكان واحد مابقاش دابا كيسب عيب والله شي كلام خايب عيب ما كاينش اللي يدوي معاه ما كاينش اللي يقول ليه شي حاجة وهو كيزيد يزيد فيه كيسحب راسو ما عارف شنو الشيء راه ماشي. هذا هو اللي كيخرج على المجتمع هو هذا بصح كيفسد المجتمع ويفسد حتى دوك الدراري اللي غادي يطلعوا باش يسمعوا شي حاجة وهادي حتى هما كيزيدوا يفسدوا ويخرجوا عليهم. وهادشي ما خصوش يكون عيب الله. وواحد الناحية من ناحية الإنسانية وهذا الشهر ديال الخير عباد الله الشهر ديال يعني الخير والبركة وداك الشيء. وكنشوفوا شي ناس يعني ما كان فيهم لا خير لا والو يعني الناس ما خداوش واحد الحاجة من الخير تا هو ما خداوش. يعني كان لاحظت أنا كنت قبيلة غادي دايز من حدا ديك الملعب ديال الفدا ملعب ديال مصطفى شكري يعني بيتشو الله يرحمو. وكنت دايز معاك الزقة تما حدا الباب كاينة واحد الزقة تما بحال جات ديك المدرسة ديال الفدا. وهاديك الزقة خاوية يعني ما فيها لا بيبان لا والو يعني ما الباب ديال الملعب ولا جاي بحال ديال هاد بسجيت حمزة. وكاين حاشاك واحد الطارو ديال الزبل تما ديال الشركة هادي حاطاه في القن تما كلو هاديك التيطور عامر الزبل وهاديك الطارو عامر الزبل. وواحد السيد ناعس تما مسكين ديال واحد السديري
وداير بالنسبة لواحد المنطقة واحد الحالة لا يرثى لها، وهاد السيد أنا تقريبا هادي شي سنتين يعني كل عام كنجي نضر من تما في رمضان نبقى مسكين منعس تما حدا الزبل معزول تما، والناس كاين مكاينش شي مسؤول يجي يشوف هاد الشي هاد السيد بحال هاد النوع هذا عيب الله، واش هاد شي عامين هادو كنشوفو تما حشومة وما كاينش يعني ما كاينش تغيير، ماشي داك السيد شي نهار 7 جوج هزو الدا وحيدو الدا داولو يعني تيتمليو شي حاجة واعتناو بيه وهادي وخلاو تا هو حيدو نقاو هاديك الدنيا، وهاديك الدنيا ديما فيها الزبال حاشاكم هاديك الزبال كون تما جا على الملعب، الملعب الحد ديال الملعب منو هو كدور يعني غتدخل مسجد حمزة وماشي كيبقى المسائل كتبقى مدرقة، بحال المسائل اللي هي خطيرة وهي واحد حاجة من تقبلها الله العبد وتبقى مدرقة ما تيبقاوش يخليو شي مسؤول يجي يشوف بحال داك الشي، يجي يشوف بحال شي وينقيو يحيدو داك الطار وكاع من تما، وهداك السيد ناعس مسكين حدا الزبال حاشاكم حدا الزبال حدا الطار وواحد الحالة وما كاينش راه بشر خونا هداك، راه خونا قدر عليه الله خصنا شي واحد يرحم به، وفينا هاد الخير وهاد المساعدة وهذا رمضان رمضان يسالم الجوامع تشوفو بحال هاد السيد هذا اللي هو مسكين دابا أنا عامين كنجي نشوفو تما ولا حول ولا قوة إلا بالله ما عمر شي واحد ضراتو خاطرو ولا جاب له شي حال وحيدوه من تما، حيدوه من تما ويسيح حدا الدار الزبال حاشاكم، كان مختار عقلي يمشي يداول يمشي يدخل تا هو راه كاين الدول المسؤولة كاين الجمعيات كاين كلشي، واش راه ما كنمشيو فوقشي ما كاين من والو سنتين هادي عيب الله، العام اللي فات وهاد العام اللي فات باقي هو نفس المشكل مسكين ودز قبيله لقيت ولا حال واحد المنطقة تيمسخها ولا شي نعاس مسكين مغيب وراه بشر ديالنا وحشومة ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، وهذا هو الشهر ديال الغفران ديال التوبة ديال الحسن ما كاين لا حسنات لا والو، الحسنات هما هادو بحال هادو طلعوا على بحال هاد الناس اللي ناعسين بزناقي اللي مسكين مشرد ما كاينش يداير فيه ما كاينش اللي تيشوف به، وفينا هما الخيريات وفينا هما هاد يعني بحال هاد تيتميلي بحال شي بحال هاد الناس هادو خصو يداري بواحد الحاجة، هذا كون كان دابا فشي دولة أوروبية الصراحة اللي تنقولو حنا الكفارة من الكفارة مش من الكفارة نقول لكم هادو بحال فيهم كيلقاو بحال هذا ما يبقاش بلاصة كيتحيد الطابل ويتنقد يمشي يديروا ليه شي حل ويخليوه يعتنيو به، هادوك الناس يعني كيعرفوا بحق الإنسان، يعني من حقوق الإنسان كاين عند هاد الناس الصراحة هي هادي، يعني أي واحد تيعرفو كان حيوان ولا كان بشر كيعتنيو به تيشوفو يعني مسكين غادي يضيع ولا غادي يكون هادي تيعتنيو به تيهزوه تيديوه صافي حي ونقيو هاديك البلاصة ويحيدو شي يخلي المسائل حنا دابا عامين هادي عيب الله هاديك بلاصة خانزة وديما هكاك، واحد لقاو تما واحد الدار والشركة تا هي دايرة الدار ما كتغسل لا حيط لا والو، وهداك السيد مسكين عاش كوبتي واحد الشداري مضربة ولقى ديك الزقة خاوية يعني ما فيها لا بيبان لا والو مسكين وحالته حال والناس كيشوفو فيه، ونهار الدراري الصغار نهار العيد بحال العيد الفطر شحال يخرجو الدراري الصغار بحال هاكا يمشيو يشوفو هاك السيد وهما لابسين نقيين وكيشوفو هاك السيد هكاك الحالة ديالو كي غادي يحسو من يشوفو هاك السيد مسكين مكرفس وعايش في الزبل حاشاكم حدا ديال السداري ديالو حدا الدار الزبل وماشي واحد يتغير حشومة يعني تعذفو نتا ويعذفو الآخر يعذفو الآخر حشومة إن شاء الله ما بغاش هاد الشي، راه هادي يعني تتبقى يعني كمسؤول يعني كتبقى على العاتق ديالو بحال المسائل بحال الناس هادو نتكلم فيهم بحال المسائل هادي راه كتبقى هادشي على العاتق ديالهم، لأنهم هما اللي خصهم يشوفو هاد السيد يمشي يهزوه يديوه لواحد البلاصة اللي هي ديال الناس اللي بحال النوع هذا يداوى ويحسن ويصوبوا ليه يقادوه ويحطوه كان مريض يعطيوه الدواء كان شي حاجة ويخليوه وأجره من الله والله سبحانه وتعالى غادي يحفظ هاد البلد من هاد الأعمال بحال هكا ديال الأعمال اللي الله سبحانه وتعالى كيرجع عليها يعني مسائل كاين الناس كيضربوا بالزناقي كبار وشياب ومليوحين ما عندوش يمشي يديوهم ويحيدوهم وينقلوهم المسائل، وحنا كنبداو نشوفو غير مثلا المظاهر ديال على كأس العالم، شوفوا الشوارع مزينة من ديال الشجر هنا ديالنا، وهذا حيت نضرك هنا بقشي الزقة خليه ماشي معقول حشومة، أنا كتضرني خاطر أنا نمشي زدت عام تما مشيت ونبقى فيها حتى الحال نشوف هاك السيد مسكين العامين هادي ومليح تما، وأنا راه شهر الغفران صايت هادو خصو يقلبوا على الحسنات بحال هكا، قلبوا على شي بلايص راه كاين شي ناس مساك مضرقين مخلينهم كيشوفهم كيقول خليه يبعد من الشارع وخليه يتخشى تما يبقى تما يخنز ولا يدود ولا يطرى عليه حتى شي حاجة، ماشي معقول، ولادنا تا ولادنا كيبداو يشوفوا بهذا الشي من باقي صغار كيشوفوا الحالة ديالنا، وهذا خصو شي يكون وحنا في شهر رمضان، وهادشي بغيت نقول لكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.